شجر النبات بنردم مع الفرخ طبعا تماما بالحطب. دي الطريقة دي من تسوية الفراخ كانت بتستخدم في مصر القديمة. طبعا أول ناس سووا الفراخ طمي كان المصريين القدماء. احنا هنجرب الطريقة دي دلوقتي في بعض دول في شرق آسيا بيستخدموا الطريقة دي دلوقتي، بس مطاعم معينة بتستخدم الطريقة دي دلوقتي، لكن أصل الطريقة دي اللي اخترع الطريقة دي المصريين القدماء. احنا هنقلد أجدادنا ونعمل الفرخة، هنغلف الفرخة بالطمي الأسواني وبعدين نقوم حاطينها في الحطب. الطمي ده بقى ينشف ويسوي الفرخة من جوه من غير ما الفرخة يطلع منها مية أو بخار. فطبعا الفراخ أو اللحوم بتطلع دايبة كده وبتطلع زي اللي هي اللحمة المردم أو الفراخ المردم، بس دي مش مردم. احنا بنعملها بالطريقة اللي هي كان بيتعامل بيها المصريين القدماء قبل ما يحرقوا الفخار. احنا ده فخار، ده طمي أسواني لسه ما اتحرقش، لكن احنا هنحرقه مع الفرخة في الحطب. تمام؟ احنا هنغلف الفرخة الأول، هنغلف الفرخة عشان ايه؟ تبقى بعيدة عن الحطب وما تشمش النار يعني. نجبسها بس كويس عشان اوريدي ايه الضغط الهواء اللي فيها ممكن يخرم الفويل ده وممكن يطلع على الفخارة والتجربة ما تنجحش. طبعا المصريين القدماء كانوا بيلفوا الفرخة دي بورق بردي او ورق شجر الموز. تمام؟ احنا طبعا عشان متوفر معانا فويل، مش متوفر معانا لا بردي ولا شجر موز، فلفيناها بالفويل، يعني هي هتأدي نفس الغرض. تمام؟ وهنبدأ بقى ايه نقطع من الطمي الأسواني دون ونبدأ نغلف بيه الفرخ. طبعا المفروض الطينة الأسواني أو الطمي دون بيتقطع بحبل، بس احنا مش معانا حبل. ده الطمي الأسواني اللي هو بيتعمل منه القلل والطواجن، وبيخش مثلا نفران. الافران دي يعني بيتحرق على درجة حرارة فوق 900 درجة مئوية عشان يبقى قلة او يبقى طاجن. ماشي؟ احنا هنعرضه للنار مباشر بعد ما نغلف بيه الفرخة بتاعتنا. تمام؟ الطمي الأسواني ده بيتجاب منين؟ ده بيتجاب من أسوان. بيتباع فين هنا؟ بيتباع في قرية الفواتير في مصر القديمة، بيتباع بالكيلو. طبعا بيستخدموه الناس اللي هي فاتحة البازارات أو اللي هو الناس اللي هي القلالية اللي هم بيشكلوا بالفخار، بيعملوا مجات. تمام؟ احنا طبعا لازم نتأكد انها ايه كلها اتغلفت بالفخار ونقفله كويس بعد ما نغلفه. طبعا لو الطينة مش ماشية معانا بنحط عليها ايه، نزودها بمية كده عشان نقدر نقفل كل المداخل او المخارج. طبعا ده برضو بيستخدموه عند صناعة الفخار، لما يحتاج حتة الفخارة كده تلين معاه او القلة او الحاجة اللي هو بيعملها، بيقوم مزودها مية. طبعا احنا لو معانا نشابة كنا هنفرد الطينة دي والموضوع هيبقى سهل، بس احنا ايه بنستغل اقل الامكانيات. طبعا احنا بنحاول نحيي التراث المصري القديم،
يعني الحاجة دي بتاعتنا وبيستخدموها في دول شرق آسيا في بعض المطاعم، رغم ان الحاجة دي بتاعتنا احنا اللي المفروض نحاول ان احنا نحيي التراث ده بتاعنا. دي طبعا هي سلكة لقيناها هنا، نحاول ان احنا نقطع بيها الفخار عشان نغلف بيها الفرخة. نجبسها تماما، مش عايزين اي حاجة نافذة. بعد طبعا ما بنغلفها وبنحطها بتنشف طبعا وبتدوب الفرخة جواها. تمام. بعد كده بقى بنكسر الفخارة دي وبنطلع الفرخة. ودوق بقى يا معلم. كده احنا خلصنا تغليف. بنلمعها بقى بالميه كده عشان ايه؟ تسد اي حاجه جوه، يعني تسد اي فراغات من الفخار اللي احنا عملناه ده. طبعا بنلين بالميه الفخاره عشان ايه؟ تمشي معانا. انا مش بزود الطبقه، لا انا بقفل ايه؟ اي شقوق او فراغات بحط عليه طبقه كمان. كل ده هيتكسر طبعا بعد ما ينشف. تمام كده تماما. في اي فراغات بقت متجبسه زي الفل. دي هنسيبها ساعتين على الحطب، ساعتين على الحطب. ما مشيتش معاك ميه، شويه ميه كده فخار، كأنك رايح الفيوم مثلا وقاعد مع الناس اللي هم بتوع قرية تونس وبتشكل حاجة. الفخار ده جميل جدا، يعني احساسه وانت بتتعامل معاه كده مريح نفسيا. تمام. هنسيب بقى الكتلة دي هنا كده. ناخد الجزء ده كده ونروح نحطه في الشمس. في الشمس بقى، يعني عقبال ما نولع الحطب تكون نشفت شوية، وبعدين نقوم حاطينها بقى في النار. شفت النار، الهواء جاي في النار هيخليها النار جوعنا شويه. بدأنا اهو نولع الحطب. لازم نعمل دروة كده ونحط الحطب والفحم. طبعا عشان اساعد على اشتعال الحطب بحط اي حاجة بلاستيك، بحط ورق، بحط مناديل. ماشي. طبعا حتة ان انت تشم بس ريحة الحطب ده، دي حاجة مريحة نفسيا.
طبعا اما يبدأ الحطب دون اما يبدأ يولع كده جامد، نبدأ بقى نجيب الفرخة نحطها. احنا كده عملنا فرن ماشي، الحطب اهو ومداري بالحجر. هنحط بقى الفرخة في النص ده. تخيل بقى بالجمال ده بقى هتطلع عاملة ازاي. شوية التعصيجة بالفرن اهي، الفرخة اهي. طبعا الحرارة هنا عالية جدا، فهاجي من هنا مش عايز اهبدها، لا كده غلط. تعالى كده بنردم على الفرخة بالحطب. يعتبر هندفنها في وسط الحطب جوه الفرن الصناعي اللي احنا عاملينه ده. كل حاجة هنا ليها تكنيك معين، يعني لو اي حاجة باظت الطبخة كلها باظت. بنردم على الفرخة طبعا تماما بالحطب، مجبسينها تماما. شوفوا الجمر من جوه، جمر. ناخد بقى الفرخة ونروح نكسرها بقى براحتنا. يلا يا فندم اطلعي معانا كده، خليك جدعة. اوبا نار يلا نار. دي النتيجة بقى، نكسر الفخار. الريحة بتخرم من المناخير، بتخش على النافوخ على طول. نفضها طبعا من الفخار تمام. الفخار اهو خلاص يعني بقى طوب اهو. شموا الريحة يا معلم، شموا الريحة. مين كلاب؟ ينوروا. طبعا ايه ممكن نفضيها في حاجة تانية عشان اوقف، يعني خش على فيديو تاني. خالص كده من البخار. نقطع هنا بقى براحتنا كده. اوبا تعالى قرب كده وفرجني. اهو ده الكلام. شايف يالا؟ ايوه ايوه شايف يالا لحمه دايبه. اديني بقى، قطع واديني. استنى
بص اللحمه العظم دايب. بص العظم دايب ذوبان. جنة ونعيمها. تحفه والله تحفه. عقبال بقى ما نفرش الرز والفرشه تكون دي ايه، اقرب بقى كده الطماطم والبرنجان والبصل اللي ماشي على الفحم مع الفرخايه. عيش بقى يا معلم. يلا يلا تعالى.